السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. لو اول مره تزوري القناه، انا زينب وانتي معايا في قناتك قناه امراه وجاده. الفيديو ديال اليوم هو اول فيديو في سلسله صحي وبنين. طبعا لازلنا مستمرين في برنامج بيت الداء، والسلسله اللي غادي نبداو دابا تقدروا تعتبروها تطبيق البرنامج بيت الداء. من خلال هذه السلسله غادي نتعرفوا على شنو هو الاكل الصحي وكيفاش ممكن اننا ناكله بشكل صحي، وغادي نغيروا فكرة انه الاكل الصحي هو اكل المستشفيات. وبما ان الخبز موجود في الطاولات ديالنا بشكل يومي، فغادي نبداو اليوم اول فيديو ديالنا بثلاث انواع من الخبز، واللي غادي نرتكزوا فيه على الدقيق الكامل. غادي نبداو على بركة الله. في اناء غادي نوضعوا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، غادي نضيفوا لها ملعقة عسل نحل وهذه كتبقى اختيارية، ماء دافئ، وغادي نغطيوها ونخليوها على جنب حتى تختمر. بهذه الطريقة كنتأكدوا من مفعول الخميرة. بعد 2 أو 3 دقائق غادي نشوفوا بأنها فعلا اختمرت، وهكذا غادي نكونوا متأكدين من المفعول ديالها. في إناء غادي نوضعوا دقيق القمح الكامل وغادي نضيفوا عليه الخميرة ديالنا، جوج ملاعق كبار من زيت الزيتون، ملح الهيمالايا حسب الذوق، غادي نضيفو كوب كبير ديال الماء الدافئ وغادي نخليوه حتى يتمازج الخليط. بعد ما كيتمازج الخليط وكيكون خفيف كما كتشوفوا، كنضيفو القليل من الدقيق الكامل. كنستمروا في الخلط حتى كنحصلوا على القوام اللي كتشوفوا معايا. غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح من 5 إلى 10 دقائق، وكنبداو نضيفوا عليها منسمات. غادي نضيف لها زعتر، زيتون اسود، زيتون اخضر. انا اضفت لها كذلك بودرة الثوم وبودرة البصل، وغادي نستمروا في الخلط حتى تتمازج كل المكونات. بعد ما كنحصلوا على القوام اللي كتشوفوا معايا في الصورة، غادي نقسم العجينة ديالي الى قسمين. غادي ناخد اناء وغادي نوضع فيه اول شيء النخالة، وغادي نضيف عليها بذور، طبعا حسب الذوق، كل واحد على حسب المتوفر عنده. غادي نلف فيها العجينة الاولى وغادي ناخد مقص وغادي نبدا نقطعها بشكل عشوائي. غادي ناخدو دقيق ابيض ونوضعه فيه النصف الثاني من العجين، وغادي نقوم بنفس العملية. غادي نخليو العجين ديالنا يختمر من ربع ساعة إلى 20 دقيقة. بعد ما تختمر غادي ندخلوها الفرن ساخن على 200 درجة. المفروض انه الفرن يكون مشتعل من الاعلى ومن الاسفل. للاسف انا ما انتبهتش انه كان مشتعل فقط من الاسفل، وهكذا غادي تزاد الحجم ديالها. ودابا غادي ندوزو للنوع الثاني من الخبز. غنستعمل فيها 2 اكواب من الدقيق الكامل، نصف كوب من دقيق الشوفان ونصف كوب من دقيق الابيض، القليل من الشوفان الكامل، 2 معالق كبار من خميرة الخبز، ملح الهيمالايا حسب الذوق، و2 معالق كبار من زيت الزيتون. غادي نجمعوها بالماء الدافئ حتى نحصلوا على عجينة لزجة بعد الشيء. غادي ناخدو المول اللي غادي يدخل للفرن وغادي نغلفه بورق الزبدة باش يسهل عليا اخراج الخبز. غادي ناخد العجينة ديالي ونوضعها على سطح العمل ونصنع منها شكل اسطوانة. غادي نحاول نشكلها على حجم الاناء ديالي. غادي نوضعها في الاناء ونحاول انني نفردها على الحجم ديال الاناء كامل. كما كتشوفوا معايا فالعجينه لزجه بعد الشيء، ومن الضروري انني نبلل يديا من حين للاخر باش نقدر نتحكم في العجين. غادي نضغط عليها من كل الجهات باش تاخذ الشكل ديال الاناء. غادي نزينها بخليط من البذور.
مثل بذور الكتان، بذور الشيا، بذور عباد الشمس، سمسم وغيرها من البذور. غادي نستعمل كذلك حبيبات الشوفان، وغادي نزين الوجه ديال الخبز ديالي. وهذا هو الشكل ديالها. غادي نغطيها ونخليها تختمر. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما اختمرت. كيتزاد الحجم ديالها وكتجي بحال الشكل اللي كتشوفوا معايا. كندخلوها مباشرة الى فرن ساخن على 200 درجة مدة من 7 إلى 10 دقائق. في إناء غادي نوضعو مقدار من دقيق القمح الكامل، خميرة الخبز وملح الهيمالايا، وغادي نجمعوه بالماء الدافئ. وهكا غادي نكونوا كنحضروا الخبز التقليدي اللي كنستعملو بشكل يومي. اهم حاجه في دقيق القمح الكامل بصفه عامه وكيف ما بغى يكون النوع ديالو هو انه العجينه ضروري تكون لزجه، يعني كيحتاج كميه كبيره من الماء. غادي نوضعوا العجينه ديالنا في اناء ونغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها تختمر، وبعد ما اختمرت غادي ندوزو باش نشكلوها. ضروري اننا نستعنوا بالماء لانه العجينه جد لزجه وباش ما تلصقش في يدينا، فاحنا ضروري اننا نبللو يدينا بالماء من الحين للاخر. غادي نصنع منها كريات بالحجم اللي يناسبني، فانا هنايا دايره كميه قليله، فغادي نصنع منها كريات صغيره نوعا ما. في إناء غادي نوضع القليل من النخاله باش نقرص بها الخبز ديالي. غادي ناخد القليل من التشيشه الرقيقه او البلبوله وغادي نقرص بها الخبز ديالي. طريقه تزيين الخبز كتبقى اختياريه، فانا استعملت هنا البلبوله او التشيشه. ممكن انكم تستعملوا بذور، اي بذور كتعجبكم، او سمسم او اي شيء كيف كتفضلوا انكم تزينوا به الخبز ديالكم. غادي نزين 2 خبزات بالتشيشه وغادي نخلي 2 خبزات اخرين فقط بالنخاله. بعد ما غادي نكمل غادي نغطي الخبز ديالي ونخليه يختمر. بعد ما اختمر الخبز ديالي غادي ندخلو الفرن ساخن على 200 درجة مشتعل من الأعلى ومن الأسفل. وهذا هو الشكل النهائي لكل أنواع الخبز ديالنا بالصحة والراحة. بالنسبة للتوست ديالنا فمن الأفضل أننا نخليه حتى يبرد عاد نقطعه، فأنا قطعته هو باقي ساخن لكن ما قدرتش نتحكم فيه وفي الحجم ديالو، فكما كتشوفوا معايا فهو كيجي خفيف وكيجي طري. بالنسبه للخبز اللي كيكون منكه فهو كيجي رائع، كيجي رطب وهشيش وكيجي خاوي من الداخل.
اما بالنسبه للخبيزات ديالنا فيا سلام، غادي نخليكم تشوفوا النتيجه بنفسكم كيفاش كيجيو من الداخل، كيفاش كيجيو هشاش ورطبين. كانت هذه هي التشكيله ديال الخبز ديالنا، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تدعموني بلايك، ولو مازال ما اشتركتوش في القناه نزلوا وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ترقبوا فيديوهات كثيره اللي غادي يكونوا فيها وصفات كثيره، واللي غادي يكونوا فيها بدائل الاكلات اللي كتعجبنا واللي للاسف ما كنقدروش ناكلوها لانها ماشي صحيه، فغادي نحضروها في البيت وغادي نحضروها بشكل صحي. الى هنا كنكون وصلنا الى نهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.